السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. النهارده بقى يوم جميل جدا من اسبوع مصيف. انا في المصيف ومحتاره، عايزه اعمل لهم حاجه كده تكون سريعه ومسكره في نفس الوقت، وما تاخدش مني اي مجهود خالص، ويكون برضو سعرها كويس. فانا معايا كيسين من البسبوسه الجاهزه، ومعايا 4 علب زبادي. انا مش هستخدمهم كلهم، وهيبان يعني في الفيديو في الطريقه. ومعايا لبن، ومعايا اوريكم بقى بقية المكونات والزبدة طبعا، ونبدأ كده نسمي بالله ونشوف الطريقة. زي ما قلت لكم، حاجة مسكرة ونتيجتها يعني ممتازة جدا وسريعة جدا. انا عملتها وخدتها على الشاطئ مع البحر، تحفة بجد. هنا معايا كيسين من البسبوسة البودر. انا بستخدم النوع ده بصراحة ممتاز جدا. طبعا الطريقة بتبقى سهلة ومعروفة، بس انا بضيف لها مكون كمان كده اضافي، بيفرقها جدا، بيخليها كده طرية وجميلة من جوه ومقرمشة من بره، بتبقى بصراحة خطيرة. انا عندي هنا حطيت الكيسين البسبوسة، واحط عليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهقلبها كده. احط بس حبة صغيرين، حسيتها ان هي مش هرمية كده يعني. معلقة كبيرة من البيكنج باودر هرمية على كيسين البسبوسة، واقلبهم بقى كويس جدا كده. ومعايا كوباية، هستخدم بقى كوباية من الزبدة. الزبدة سايحة يعني، بس هي مش سخنة. بصوا، كوباية واحدة للكيسين هيعملوا لي كمية، يعني كمية صينية محترمة بصراحة. هقلبها بقى قوي كده، انا عايزاها تبقى عاملة زي الرملة، على اساس تتغلف كل حبايه كده بالزبده. دي بقى بتبقى مرمله بقى كده وجميله، ما تبقاش معجنه معاكي من جوه، تبقى كل حبايه كده مرمله تحفه ما شاء الله. بس يا ريت بقى لو متابعيني ما تنسونيش في اللايك والاشتراك. وبجد الجو خطير جدا، يعني انصحكم ان انتوا بجد تروحوا تغيروا جو. الجو تحفه جدا مع البسبوسه دي على البحر، حاجه تانية يعني جدا. بصوا، عملتها زي الرمله بالظبط كده اهي، جميله. هنروح بقى حاطين عليها الزبادي. هحط انا زي ما قلت لكم، مش هستخدم ال4 كوبايات زبادي، هستخدم بس حسب برضو العلبة معاكي دول صغيرين، فانا هستخدم 3 كوبايات بس. دي الكوباية الصغيرة، بيخليها بقى رطبة جدا وجميلة. هعين بقى الرابعة دي، حسيت ان مش هتبقى لذيذة، لا هما 3 كفاية قوي على نفس الكمية. بصوا انا برضو اهو 2 3 كبار، يبقى علبة الزبادي عبارة عن 3 معالق هرمية كبار، عشان برضو تبقى عارفة الكمية بتاعتها. يعني هتستخدمي حوالي 10 معالق من الزبادي اللي هما ال3 كوبايات. الإضافة بقى، بحط حوالي 4 معالق من الحليب أو اللبن، بيوديها في حتة تانية بجد، بتفرق جدا في الطريقة. يعني هي الطريقة معروفة ان هي من غير لبن، لا بتحطي ال4 بقى معالق أو 5 معالق من الحليب ده، ما تكتريش عن كده. بجد بيخليها تحفة تحفة تحفة. وهقلبهم بقى كده بالراحه، ما اقعدش ادعك جامد، لا بقلبهم كده بالمعلقه بالراحه خالص كده. المكونات بتاعتها بس كده البسبوسه خلصت. بجد سهله جدا يعني، ما خدتش معايا حاجه. بس انا عندي الادوات هنا مش متوفره في المصيف، فحطيتها بقى في بوكس كده كبير وعملتها معاكم. بجيب بقى صينيه وهغلفها، همسحها كده بحبه زبده بصوت. همسحها كده من الجوانب من كل حته، واروح منزله عليها كميه البسبوسه، وهفردها بقى فيها كده وهدخلها الفرن. بجد ممتازة، يعني سهلة جدا بجد، يعني والله سهلة جدا وتحفة في طعمها، جميلة ما شاء الله. دي طبعا ليها طريقة، والبسبوسة اللي هي تيجي من العطار اللي هي السايبة ليها طريقة مختلفة، عشان ما ينفعش تستبدليها بالبسبوسة اللي هي السايبة. دي طريقة الأكياس. بعد ما بحاول بقى بفردها كده في كل حتة، بهبدها كده بقى، عشان السطح يبقى الملمس ناعم ومستوية معايا، مستوية كده. معايا الشربات بقى، ما رضيتش يعني اطول عليكم الفيديو. معايا كوبايتين من السكر مع 3 كوبايات
من الميه، وهسيبهم يغلوا كده حوالي 10 دقايق. انا عايزاه زي ما انتم شايفين كده خفيف مش تقيل. بعد بقى ما طلعت احمرت الجوانب بتاعتها، شغلت عليها الشوايه، احمرت من فوق بالشكل الجميل ده، يبقى البسبوسه بتبقى محمره شويه غير الكيكات. وهي سخنه هنزل برضو عليها الشربات سخن. شايفين؟ هحركها بقى كده من الاجناب كلها، ادام تتشرب معاكي كده الشربات بتبقى طبعا كده نتيجه ان هي ناجحه. بعد كده بغطيها بحاجه، طبعا زي ما قلت لكم الحاجه مش متوفره عندي في المصيف، فحطيت صينيه فوقيها عشان تبقى طريه وجميله ما تشققش منك من فوق. شايفين النتيجه مرضيه جدا ممتازه بجد. هبدا بقى ان انا تخرطيها بقى يعني المساحه اللي انت عايزاها. بصوا بتتقطع بسهوله ما شاء الله، تحسوا بقرمشه كده بسيطه من فوق وطريه من تحت، والطريقه سهله جدا. يعني الحاجات كلها هتجيبيها من السوبر ماركت وهتعمليها تبقى ممتازه معاكي. شوفي الصينيه دي هتجيبيها بكام، يعني الاسعار ما اقولكمش مولعه مولعه جدا جدا في المصيف. دي ما كلفتكيش اي حاجه خالص. هعملها بقى كده. انا عندي بقى جايبه الورق ده معايا، ممتاز قوي، حلو ان هو ايه هيساعدك، وسعره رخيص جدا يعني. باخد بقى كل قطعه كده وبحطها ايه في قلبيها، علشان يبقى سهل عليكي ان انت ايه لما بتيجي تدي حد، بيبقى سهل عليكي الواحده بوحدتها. حسيت ان هي كبيره، فبصوا بقى ممتازه ما شاء الله. بصوا وشها ومن جوه كده طريه وجميله، بجد حلوه قوي والله. عملت بقى كميه كده وحطيتها في ايه في بوكس كده، وتغطيها وتاخديها معاكي الشاطئ هتلاقيها تحفه قوي معاكي، والطعم طبعا ما شاء الله. اتمنى بقى ان يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه بحاجه كده بسيطه حتى. بصوا ظهره تحفه ما شاء الله. يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتتابعوا فيديوهاتي ان شاء الله. وبتأسف على التأخير. مع السلامة.